من اول ما حطيت رجلي في ارض اليابان حسيت بحاجة غلط يا صديقي الأوتاكو. اللي هيقول لي آية زهقنا من كلامنا عن اليابان والكلام ده كله، هقول لك لا يا صديقي الأوتاكو، أنا مش هكلمك عن رحلتي في الحتة واتبسطت في الكلام ومش عارفة ايه الكلام ده، لا لا خالص. النهارده أنا هوري لك الجانب المظلم من رحلتي لليابان، واللي هي حرفيا لما بفكر أروح اليابان بتأزم قوي إن أنا هخوض المرار ده تاني. بس قبل ما نبدا يا صديقي الاوتاكو، عايزاك تنزل تدوس لي لايك وتدوس سبسكرايب وتشير الفيديو ده مع اصحابك اللي عايزين يروحوا اليابان واللي مش عايزين يروحوا اليابان، وتشيره مع عيلتك وتقول لهم دي آية صديقتي الاوتاكو انا بحبها، فاتفرجوا على الفيديو بتاعها ودوسوا لايك، ووصل الفيديو ده ل1000 لايك. انا مش طماعه. كلنا يا صديقي الاوتاكو نفسنا نروح اليابان، وانا فعلا شقيت عشان اروح اليابان. يعني انا مش هكلمك دلوقتي على اجراءات الفيزا وان انا اترفضت مرتين وان انا طلع عيني في الحجوزات وادور على تذكره رخيصه. الكلام ده كله اتكلمت قبل كده عنه في مصطبه الاوتاكو، هتلاقي الفيديوهات دي في الديسكريبشن. انا النهارده هكلمك عن التحديات اللي كانت صعبه عليا قوي وانا هناك في اليابان، واللي انا تقريبا ما كلمتكوش عنها بطريقه واضحه. بالعكس انا كنت واخده الموضوع بطريقه مضحكه وكده، بس انا حرفيا انا مريت بمواقف كانت صعبه عليا قوي. اول حاجه واللي محدش هيتوقعها، انا اكتئبت اول يوم ليا في اليابان. او على فكره انا واحده كبيره، انا كنت متخيله ان انا هنزل كده اليابان هلاقي انمي، انا عايشه في انمي تخيلته، بس انا لقيت ناس طبيعيه وده طبيعي. انا معرفش انا اتفاجئت ليه، بس قلت عادي يا ايه انتي بتصدمي من حاجه طبيعيه. ويعني انا اسفه ان الناس بتفكر يعني بتقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده، بس صدقني والله يا صديقي الاوتاكو، لو انت واحد بتتابع الانمي وبتحب اليابان زي ما انا بحبها، صدقني ده اللي هيجي في دماغك اول ما تنزل ارض اليابان. بس عادي طلعت الفندق مش عارفه ايه، كلت كان اكلي معايا ونمت وصحيت الساعه 6 صباحا. طبعا ده كله حماس، وده اول يوم ليا في اليابان. نزلت مفيش حد في الشارع، المواصلات شغاله، المدارس نفسها تمام، يعني تحس في اطفال بس انت مش شايفهم. الموظفين عددهم اللي هو قليل او مش قليل، انا شايفه ناس قليله. اليابان حرفيا كانت فاضيه، وانا نزلت شورت قبل يعني بتريق فيه على اليابان. فين يا جماعه الناس؟ فين الشعب؟ فين وديتهم فين؟ المكان تبان ان هو كان فيه حياه امبارح، بس هي ارض فاضيه. ده بصراحه جاب لي اكتئاب. انا مش شايفه اي حد ياباني دلوقتي، خلاص ارض اليابان فاضيه تمام. طب مش مهم يا آية، تعالي نروح الأماكن اللي انت عايزة تروحيها. برضو ده سبب لي اكتئاب، لأني وأنا بروح الأماكن اللي أنا عايزة أروحها، اللي أنا منتظراه بقى من فيديوهات الانستجرام اللي هو لا 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 لا، عادي المكان عادي يا جماعه. خدت الصوره ومشيت، وده كأبني اكتر. قلت خلاص يا آية، ايه الحل؟ انت تروحي للمكان اللي انت واثقه ان هو هيبقى يوم مكان حلو. قلت هروح لطوكيو سكاي تاور ده ولا مش عارفه ايه، ورحت. انا مش لاقيه حد لسه. كل ده بقينا الساعه 12 ظهرا، مفيش حد. يعني الناس اللي شايفاها عددها قليل، حاسه ان انا ماشيه في وسط البلد دي مش اليابان يعني عادي. قلت خلاص يا آية، احنا الحاجه اللي هتخرجك من اكتئابك انك تروحي الاكيهابارا. كلنا عايزين نروح اكيهابارا يا صديقي الاوتاكو، واللي مش عارف ايه هي اكيهابارا لا يبقى انت غلطان، لان دي مدينه الانمي والمانجا لاي حد اوتاكو يعني. فانا رحتها الساعه 1 الظهر. مش عايزه اقول لك هي كانت عامله ايه، هي كانت شارع عادي، مش ده الشوارع اللي انا بشوفه على الانستجرام واليوتيوب وكل ده. فخلاص يا صديقي الاوتاكو اكتئبت جدا لدرجه ان انا كنت محتاجه كشري، محتاجه اكل شاورما، محتاجه بيتزا. عارف لما انت بتكتئب بتبقى عايز تاكل، بس انت في اليابان مفيش الحاجات دي. تبص كده حواليك مفيش حاجه عارفه تخرجك من الحزن اللي انت فيه. حتى الاكل، المتعه الوحيده اللي كانت ممكن تخرجني من اكتئابي، ما لقيتهاش. انا خلاص يا صديقي الاوتاكو كده قلت لا، انا عايزه اروح بيتنا، والله العظيم عايزه اروح بيتنا ومش عايزه اكمل يوم زياده في اليابان. طبعا انا رجعت الفندق، اول حد كلمته كان باسم اخويا. عياط، انهيار، اكتئاب، ما انا عايزه اروح. وهو عمال يقول لي آية انتي في اليابان يعني ايه عايزه تروحي؟ ده حلم حياتك، ده انتي تعبتي قوي عقبال ما توصلي، ده انتي قعدتي سنين تحوشي. وانا كل اللي في دماغي لا ده انت ما شفتش، ده حصل وحصل وحصل. فكان الحل ايه يعني؟ باسم اخويا الله يبارك له قعد يدور لي على فيديوهات اماكن تشبهني. انا بحب الحركه ومش عارفه ايه، وبحب اشوف حاجات مختلفه والوان كتير في نفس الوقت والكلام ده. قعد يدور لي على حاجات ممكن اروح وازورها في اليابان وابطل اكتئاب. وفي نفس الوقت دورنا على واحد فلوجر بيحب يسافر وكده، قال لي احنا هنمسك اليوم بتاعه، وهو ما شاء الله الولد ده اسمه احمد، بدأ اليوم بتاعه من ساعات معينه. قال لي انت هتنزلي في الساعه اللي هو قال عليها دي وهتروحي الاماكن اللي بصي امسحي بقى الاماكن اللي انت عايزه تروحيها،
احنا هنشوف الولد ده راح فين وهنروح عشان اليوم التاني تعرفي تتبسطي في اليابان. وده اللي حصل فعلا، ده كان حلي للموضوع، ان انا اروح اماكن واثقه انها تبقى ممتعه وهمشي ورا الخطه اللي الولد ده عملها عشان خاطر يومه يمشي في اليابان. ودي كان الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي. تمام كده خلاص، احنا هننام النهارده لان انا برضو كنت تعبانه من اول يوم، وكنت تقريبا الساعه 3، فانا غالبا نمت من الساعه 3 العصر في اليابان لغايه الساعه 1 بالليل، وصحيت يعني عيني عامله كده اهو، خلاص ما انا نمت كتير، صاحيه الساعه 1 بالليل. ودي المشكله الثانيه بقى اللي هتسمعها دلوقتي يا صديقي لوتاكو، اللي واجهتني واللي حرفيا انت هتسمعها انت مش هتصدق ان انا مريت بحاجه زي دي. انا عايزه اقول لك ان انا تقريبا قعدت اسبوعين في اليابان، 12 يوم، فخلي خلقك واسع لان احنا لسه في اليوم الثاني. والمشكله الثانيه، اليوم الثاني يا صديقي الاوتاكو، رساله جات لي على موبايلي عادي اللي هو الساعه 1 بالليل، اللي هو بيبدا تاني يوم، ان الفندق اللي انا حاجزاه في اوساكا معرفش يسحب من الكريدت كارد بتاعتي، فكده انا لو ما دفعتش في خلال يومين الحجز هيتلغي. ما نعرفش بقى لما حضرتك تجينا هيبقى في مكان تقعدي فيه ولا لا. ده التحذير الاولاني. والتحذير الثاني ان ساعتها هتتحاسبي بالتسعيره بتاعت اليوم ده، مش التسعيره اللي انت اتحاسبتي عليها لما حجزتي. طبعا انت لو بتقرا الرساله دي يا صديقي لوتاكو هتنهار وتخاف، ما انت قاعد لوحدك في اليابان، يعني هعمل ايه؟ هقول لاخويا ابعت لي فلوس ولا اختي تبعت لي فلوس؟ هيعملوها ازاي وانا في اليابان ومفيش بنك ترانسفير والكلام ده كله؟ انا عايزه اقول لك يا صديقي لوتاكو ان من شده اكتئابي انا ما اتضايقتش وما اتاثرتش وما زعلتش. كل اللي عملته ان انا كلمت اخويا تاني ربنا يبارك له، كان صحي لي يعني، باسم انا عندي مشكله ومش عارفه ادفع. قال لي طب خلاص يا ايه، خدي الكريدت كارد بتاعي. بنحاول نستخدم الكريدت كارد بتاعه مش شغال. طبعا هو وانا اتصدمنا. طب هنعمل ايه؟ هنصحي اخونا التاني نقول له هدي الكريدت كارد بتاعك. طبعا اخويا التاني، طبعا انا لوحدي في اليابان، هو كل اللي عمله ان هو بعت لي الكريدت كارد فعلا. بندخلها برده مش شغاله. طبعا هما الاثنين جالهم انهيار، هم مش عارفين هيعملوا ايه، وانا نفسي مش عارفه اعمل ايه. قلت لهم يا جماعه اصبروا، انا كده كده اصلا مش فارق معايا، يعني انا من اكتئابي والله ما فارق معايا اقعد فين، انا عندي استعداد اقعد في الشارع، انا عايزه اروح بيتنا. يعني ده اللي حصل ان انا لقيت واحده صديقتي ربنا يبارك لها، دي صديقتي المقربه جدا ريهام اونلاين، فببعت لها بقول لها ريهام ازاي؟ قالت لي الحمد لله، عامله ايه في اليابان؟ قلت لها انا الحمد لله كويسه يا ريهام، انت عامله ايه؟ قالت لي انا مبسوطه لك ان انت في اليابان وما بعتليش صور ليه؟ قلت لها عشان انا ما اتصورتش صور كويسه ومفيش فيديوهات والكلام ده. قالت لي طب خلاص هستنى اليوم التاني يا ريهام، بس غالبا انا في يعني وانا في اوساكا هقعد في الشارع. قالت لي يعني ايه هتقعدي في الشارع؟ قلت لها الفندق بعت لي ان انا مفيش حجوزات وحضرتك هتقعدي في الشارع. طبعا هي انهارت، يعني انا واحده البرود كان راكبني بسبب الاكتئاب، بس هي حرفيا كانت بتصوت. هي انهارت لدرجه ان هي بعتت لي الكريدت كارد بتاعها ات وانس، والله العظيم. يعني انت متخيل؟ اخواتي ده مبرر، هم اخواتي، هم مش خايفين على الداتا بتاعتهم وتمام، لكن هي والله ربنا يبارك لها انا لقيتها بعتلي كل المعلومات بتاعت الكريدت كارد بتاعتها، اسحبي من الكريدت كارد بتاعي ما تتاخريش يلا وطمنيني. انا طبعا انا من اكتئابي مش فاهمه هي منهاره ليه، انا حرفيا مش فاهمه. واخواتي الاثنين التانيين عمالين يطمنوا عليا طول الوقت وانا مش فاهمه هم منهارين ليه. انا اصلا اوريدي اكتئابي مخليني مش في حاله طبيعيه. فانا دخلت كارت ريهام ومش عارفه ايه والكلام ده وسحب، وام اسمه ايه ده الفندق بعت لي رساله قال لي خلاص تمام اتس كومبليتد وحضرتك هتنامي عندنا الفتره بتاعت اوساكا مش هتنامي في الشارع. فانا تمام، وقمت باعته مطمنه اخواتي وطمنا ريهام. طبعا هي تنفست الصعداء وقالت الحمد لله الحمد لله يا ايه انا كنت متوتره. واخواتي الاثنين التانيين اخيرا دخلوا يناموا، هم ما كانوش عارفين يناموا، وانا بالنسبه لي انا مش فاهمه هم متوترين ليه. الموضوع بالنسبه لي ما كانش في دماغي. بس الحمد لله كان حل المشكله عند ريهام، والحمد لله دي تاني مشكله واجهتني في اليابان كانت صعبه، بس الحمد لله اتغلبنا عليها. وتعالى بقى يا صديقي لوتاكو اشرح لك المشكله الثالثه اللي كانت بتواجهني، قله الاكل الحلال وسوء التغذيه اللي انا كنت بواجهه. الناس لو متابعه فيديوهاتي في اليابان هتلاحظ ان انا وشي تقريبا كان بدا يحبب جامد ويدخل يعمل كده ووشي يصفر. انا ما كنتش باكل كويس خالص، كان هو سندوتش البيض الصبح اللي بجيبه من 7-11 وبقعد عليه طول اليوم، والميه حتى كنت والله بشربها من الحنفيه، ما بشتريش ميه لان انا كنت شاكه. كنت منزله ابلكيشن كده بيعرف عن الاكل الحلال، بمشي والله على الرف هل ده حلال يقول لي لا not friendly muslim not friendly muslim. فكل حاجه تقريبا كانت في الستور هي بس سندوتش البيض، وفين وفين لما كنت بلاقي قهوه مش مشبوهه باخدها. فانا قله الاكل الحلال كانت تعباني شويه في اليابان. هتقولي ازاي ايه؟ هتقولي الناس الفلوجرز بيروحوا وبياكلوا
بياكلوا اكل كتير، هقول لك ده حقيقي موجود، بس انا واحده مش بسعى ان انا ادور على اماكن الاكل، انا كان كل اللي في دماغي ان انا عايزه اتفسح. لما كنت بحط في دماغي ان انا عايزه اروح مكان اكل حلال كنت بلاقي نفسي بضيع وقت كتير، ساعه ساعتين 3 عقبال ما اوصل له، فانا بالنسبه لي ده وقت ضايع. يعني هم كانوا بيوصلوا له وبياكلوا وفي اماكن اكل حلال في اليابان، بس انت محتاج تدور، وانا كل اللي قدامي اسبوعين، انا مش هقعد اضيع كل يوم ساعتين 3 عشان الاقي الاكل الحلال. فانا كنت باكل اكل قليل، وللاسف ده اثر عليا بالسلب. كانت في ايام وانا مروحه انا كنت حرفيا بحس ان انا هقع من طولي، فكان الحل الوحيد ان كان في ستور كده مشهور اللي هو دان 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 اللي انا صورت لكم عنه، ستور الاكل الحلال ده. انا كنت بدور عليه في كل منطقه، بخش اجيب الاندومي الحلال والشيبسي الحلال والبسكوت الحلال. فانا كنت عايشه على الاندومي والبسكوت والشيبسي، وقلت هم اسبوعين يا ايه اقضيهم وخلاص. بس ده كان غلط مني، يعني انا كان المفروض فعلا اعمل سيرش كويس عن اماكن الاكل الحلال واروح اكل، لان انا كنت فعلا في حاجه للبروتين. نروح بقى على المشكله الرابعه، ودي اكيد انت لاحظتها في كل فيديوهاتي، اللياقه البدنيه. مبدئيا يا صديقي الأوتاك، لو انت مش بتلعب رياضه، لو انت مش حريص على انك كل يوم جسمك يتحرك، ما تروحش اليابان. وانت يا باسم باسلوبك ده مش هتروح اليابان، لازم تلعب رياضه. هروح بلعب رياضه بجهز نفسي. كمية سلالم يا صديقي الأوتاكو في المترو وفي الأماكن العامة وأي مكان سياحي، أنت قلعة أوساكا دي كمية سلالم ومطبات طلعت لها، كمية مشية هتمشيها يا صديقي الأوتاكو مش طبيعية. فأنت محتاج تعلي الاستامينا بتاعتك قوي قبل ما تروح اليابان. صديقي الأوتاكو أنا منزلتلكش فيديو عن شينجيركو فعلا دي محطة متاهة. أنا كنت مستمتعة بيها طبعا عشان إحنا ناس بتوع أنمي، يعني أكيد هنستمتع بالمحطة اللي حصل فيها جوجيتسو، أحداث جوجيتسو كايسن والكلام ده. فأنا بالنسبة لي أنا كنت مستمتعة، لأني أنا اليوم اللي كنت رايحة فيه شيبويا كنت هعدي على شينجيركو، فأنا أعدي على شينجيركو دي وأتوه فيها، دي فسحة بالنسبة لي. بس حرفيا اللي هو ساعة ساعتين عمالة ألف حوالين نفسي بس مبسوطة، لدرجة إن أنا فاكرة في مرة دينا لما رحت لها وقابلتها قالت لي أنا كنت عايزة أروح اليابان، بس بعد ما شفت فيديوهاتك وأنت دايما عمالة تقولي لي عمالة أطلع سلالم وأنزل سلالم، والمترو أنا منزلة فيديو عن المترو بس عشان ركبت كميه مواصلات يا صديقي الأوتاكو مش طبيعيه. بتقولي انا اتقفلت، هروح اعمل ايه انا وسط كل الحركه دي؟ ده انا ممكن اتعب. هو حرفيا يا صديقي الأوتاكو عايز تروح اليابان لازم تجهز نفسك بدنيا للموضوع ده، الحل الوحيد. بص يا صديقي الأوتاكو، انا دلوقتي كلمتك عن 4 مشاكل، دول كوم، والمشكله ال5 بالذات دي كوم تاني. عارف لما قلت لك ان انا كنت نازله ارض اليابان منتظره بقى ان انا اشوف الانمي قدامي، وده ما حصلش. انا شفت ناس طبيعيين عادي، هوا، رصيف، كرسي، ناس واقفه بتدي اشارات، ده طبيعي لان احنا عندنا تخلف، احنا الناس الاوتاكوز متخلفين. اثناء رحلتي تقريبا في طوكيو، لان انا رحت طوكيو واوساكا وكيوتو ونارا، في طوكيو واوساكا بالذات انا شفت حاجات احنا عارفين عنها بس لما بنشوفها بنتصدم. زي ايه؟ لما كنت في منطقه شينجيروكو دي ونزلت وكده بتمشى ومش عارفه ايه، ودي نزلتها بالليل بعد شيبويا، لاحظت ان انا ماشيه في شارع فيه صور ولاد يابانيين كتير محطوطه حواليا ومش عارفه ايه، وانا الشارع شكله غريب، بس انا ماشيه بقى كسائحه ما حدش بيجي جنبي، والله اليابان امان جدا، بس انا كنت ماشيه اللي هو الشارع ده غريب بس انا ماشيه، وطبعا عماله اقول الله كل دول ممثلين يابانيين، ايه الحلاوه دي؟ بعدين بدات ادرك حاجه، دول مش ممثلين يابانيين. عارف يا صديقي الأوتاكو انميات اللي هي بتتكلم عن نوادي الضيافه والرجاله اللي هم بيستضيفوا ستات يبقوا مثلا معاهم الليله دي كده ياخدوا بخاطرهم، ولا تأجري بوي فريند والكلام ده، هم دول. هم عارف يعني هم حرفيا ايدولز عندهم، وعادي جدا هي نوع من التجاره المشهور جدا في اليابان، وعادي تكتب في الشارع وتحط بوستر ده نمبر 1 في الضيافه، وده نمبر 2 وده نمبر 3، زي ما انت تبقى ماشي كده ده نمبر 1 في لعبه كره القدم، وده نمبر 1 في البيسبول، وده في الباسكت، عادي هم برضو عندهم في نوادي الضيافه ده نمبر 1 و2 و3. لدرجه ان انا ادركت ده بعد ما تعمقت في المشيان في الشارع، قلت يا لهوي انا محتاجه اخرج من الشارع ده بسرعه. فدي كانت عامله لي صدمه رغم ان انا عارفه انها موجوده، بس انت لما بتشوفها بعينك بتتصدم. ده موقف في طوكيو. في اوساكا بقى في شارع الدوتونبوري، عارف اللي هو فيه اعلان اللي هو الرانر مان ده، الاعلان الشهير، انا وانا ماشيه لقيت راجل لابس زي الستات، ودي حاجه انا ما شفتهاش بعيني قبل كده، الحمد لله الحمد لله يا رب. الواحد بيقرا اذكار الصباح والمساء وما بيشوفش الحاجات دي هنا، بس انا شفتها وانا ماشيه في اليابان واتصدمت تاني. انا عارف اللي عملت كده غضي بصرك يا ايه، بصي الناحيه التانيه، ما ينفعش تبصي حاجه زي دي،
وحرفيا هو ده اللي حصل. انا اتخضيت لدرجه ان انا اول حاجه عملتها والله العظيم يا صديقي الاوتاكو انت مش هتصدق، احنا فرق بيني وكان اليابان ومصر في 6 ساعات. انا رفعت التليفون كلمت ريهام صاحبتي فاكرها في اول الفيديو اللي حجزت لي بالكريدت كارد، يا ريهام انا شفت كذا وكذا وكذا، وهي بقى شهقت الملوخيه دي وقالت لي في الشارع يا ايه، قمت قايله لها في الشارع يا ريهام كر 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 كر. قعدنا نعمل كده انا وهي والله العظيم. فانا بقول لك المواقف دي رغم انك عارف انها موجوده بس انت بتتصدم. فاللي هيروح اليابان يعني ربنا يحفظ الكل يعني، بس جهز نفسك بس بامانه والله العظيم عشان كلمه حق. اليابان فعلا بلد امنه، يعني انا سافرت بلاد تانية زي فرنسا والمانيا وهولندا ودبي ومش عارفه ايه الحتت دي، بس بجد بجد اليابان بلد امان جدا والناس كلها في حالها. يعني حتى اللي لابس زي الستات ده وماشي هو ماشي في حاله، هو غلط وحرام بس هو ماشي في حاله، يعني هو ما جاش جنبي. بس انا بصراحه بامانه ربنا انا خفت. هتقولي خفت ليه؟ هقولك لانها صدمه حضاريه ودي مش حاجه طبيعيه الانسان سهل عليه ان هو يشوفها ويتقبلها. انا لغايه دلوقتي مش متقبلاها ولغايه دلوقتي مش مصدقه ان انا شفت حاجه زي كده، ومش عايزه اصدق اني شفت حاجه زي كده، ومش عايزه اقتنع ان الناس دي موجوده. انا عايزه افضل في دماغي ان هي لا دي انتوا بتحكوا عليهم، الناس دي مش موجوده وانا عمري ما هشوفهم ولا هقابلهم. فدي بالنسبه لي كانت حاجه من الحاجات الوحشه واللي صدمتني لما رحت اليابان. وكان حلها ان انا اتعامل على اساس ان ربنا يحفظنا، ان احنا في بلد ما فيهاش الحاجات دي منتشره في الشارع، فان شاء الله هي مجرد حد عدى قدامي وانتهت، وان شاء الله دي حاجه مش حقيقيه ده اي كده. انتهينا من المشكله 5. تعالى المشكله السادسه والاخيره، ودي كانت عيب عندي انا. المشكله صديقي اللي هتواجهك دايما وانت مسافر وحدك ان انت الشخص اللي لازم يخطط لليوم، والشخص اللي لازم يركز في الملاحه، اللي هو زي عارف اللي هتركب اتوبيس ايه وهتنزل من مترو ايه وتطلع على قطر ايه. وده في اليابان حرفيا انت مش بتحتاج تأجر تاكسي لان المواصلات مغطيه اليابان كلها، فانت محتاج تتنطط من اتوبيس لقطر لمترو الكلام ده. وفي نفس الوقت انت الشخص اللي المفروض منه يستمتع ويتصور، فانت شخص واحد بيعمل كل الحاجات دي. فدي كانت مشكله عندي ان انا قدره تحملي مش قادره اتحمل اعمل كل ده، لدرجه في اخر اليوم والله العظيم انا جت عليا ايام مش عارفه اروح، مش عارفه دماغي مش قادره اركز. يعني انا من الصبح صاحيه مثلا من الساعه 9 مخططه لليوم من امبارح بالليل، كبت كذا مواصله عشان اروح المكان اللي انا عايزه اروحه، طبعا ما باكلش كويس، عايزه اتصور وعايزه اعمل لكم فيديوهات وعايزه ابعت لاخواتي في ساعتها ان انا في المكان اللي انا فيه عشان يبقوا معايا في الرحله. انا استمتعت جدا في سفريه اليابان مش هنكر، وانت شفت الفيديوهات اللي نزلتها. وفي اوقات عليا والله كانت بتيجي عليا ما كنتش بحس ان انا لوحدي من كتر ما انا مبسوطه، بس في اوقات برضو لما كنت مثلا ببقى عايزه اروح وانا ما عنديش طاقه ان انا اشوف هروح ازاي، رغم ان انا مخططه وحاطه كل حاجه، بس فكره انك تخطط هركب اللاين ده وانزل من الاتوبيس ده واطلع من هنا دي كانت مرهقه بالنسبه لي جدا في اخر اليوم. وكنت في مره والله انا رحت عشان اروح انا محتاجه واكل اكل كويس. انا شفت محل كده هم ما شاء الله هناك اليابانيين الحجاب برضو معرفهم ان احنا بناكل اكل حلال والكلام ده. فانا لما دخلت قلت له عايزه اكل حلال، ده حل مشكلتي عشان ازاي اروح. ركز معايا يا صديقي الاوتاكو. قال لي عندي بيض، قلت له حلو. قال لي البيض حلال، قلت له حلال. قال لي عندي خضار، قلت له جميل. خضار حلال، قلت له حلال. على فكره هم في المستوى ده هم مش عارفين ايه الحلال عندنا عشان ناكله. فقال لي هعمل لك شويه بيض بخضار، قلت له زي الفل، بروتين وفيتامين ان شاء الله هعرف اروح. عمل لي طبق كده كلته شحن، عرفت اروح فعلا الحمد لله. وانت مسافر لوحدك يا صديقي الاوتاكو حط في اعتبارك برضو ان انت الشخص اللي هيخطط، الشخص اللي لازم يوصل نفسه للمكان اللي هو عايز يروحه، والمكان ممكن يبقى بعيد، فانت بتعمل 5 حاجات مجهود كبير على نفسك. دي حاجه من الحاجات اللي تعبتني وكانت مشكله، بس انا برضو استمتعت. وبكده يا صديقي الاوتاكو انا حكيت لك الجانب المظلم من رحلتي لليابان. واكرر تاني انا اتبسطت جدا في سفريه اليابان، بس واجهتني تحديات اظن ان ال6 دول كافيين ان انت تقول لي ايه انت صمتي ازاي كده لوحدك. فانا احب اقول لك ان انا الحمد لله ربنا كان معايا في الاول وفي الاخر. اخواتي ما سابونيش، اصدقائي يعني حتى نقي صحابك. انا مبسوطه بصديقتي ريهام ربنا يبارك لها، يعني لولا ان هي ساعدتني انا كنت هنام في الشارع في اوساكا. حط في اعتبارك ان في حاجات وتحديات هتواجهك وانت مسافر لوحدك، فخطط لها كويس قبل ما تسافر، واعمل حسبان يعني اعمل كده تحليل ان ايه اللي ممكن تواجهه، اسوأ حاجه ممكن تواجهها عشان تبقى جاهز نفسيا ليها وتعرف تحلها. والله بص بامانه هزعل منك واحد لو حد كمل الفيديو ده للاخر وما نزلش كتب لي يا ايه برافو عليكي
انك عرفتي تواجهي كل ده لوحدك، وتقولي كمان رايك في حل كل مشكله انا حليتها كانت عامله ازاي. وقولي برضو هل لسه بعد اللي انا قلته ده قفلتك من السفر اليابان ولا لسه عايز تسافر اليابان. وزي برضو ما انا قلت لك، انا شرحت لك 6 مشاكل، عايزاك تقولي ايه اسوأ مشكله فيهم في الكومنتات، وايه اكتر مشكله كانت هينه عليا في الكومنتات. وانزل على الديسكريبشن وتابع كل الفيديوهات اللي انا نزلتها الفتره اللي فاتت، هحطها لك في الديسكريبشن. وما تنساش تتابعني على كل منصاتي، وقول معايا يوش ايكيماشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.